النهارده ربنا يعافينا ويعافيك، ده جاي لك راجل جاي لك من سفر مثلا من اسيوط، واول ما يخش تقول له جعان يعني انت لو حطيت له ابنك هياكل خد بالك، فجعان مين يا راجل؟ ده ممكن يكون بيخلص خد بالك، تقول له جعان وبعدين يخش يعمل له كوبايه شاي لا ما تقليش ها مع سكر وشاي كده يعني اي حساسيه براد عشان يمشي على طول. الله يبارك فيك خد بالك، وانتوا بتحطوا فيها منوم ولا اي حاجه فيعني حتى كان في واحد زمان مشهور قوي بالبخل عند العرب اسمه ابو نوح، فواحد راح له قاعد معاه كمان جعان يعني، وقال لك نروح عند واحد كده يضيفنا والعرب اهل كرم، فهو ما يعرفش ابو نوح فدخل عنده، فاول ما دخل عنده قعد معاه من الصبح لحد بالليل، ان الراجل لا ياكل ولا بياكل دوش، فقال سبحان الله انت مريض بالصايم ولا بتاع، مفيش اكل مفيش خالص، ففضل معاه لحد بالليل مفيش اكل. في الاخر قال له يا نوح والله ان الموت اصبح قريبا مني، خلاص قربت اموت من الجوع. قال له جعان؟ قال له اه والله. لا اله الا الله. طب ما قلتش ليه الصبح؟ ما انا بحسبكم انتوا بتاكلوا انتوا كمان يعني، فقلت يمكن هتاكلوا واكل معاكم. راح جايب له الرغيف. الرغيف ده الراجل وصفه في بيتين من الشهر. خد الرغيف يحاول ياكل منه، طب ده بيتاكل منين ده؟ مش يعني لازم يكون في كتالوج طبعا. الراجل يبص مش مفيش. فقال يجوع ضيف ابي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية للموت، فجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية فأخذت الفأس كي أكسر منه شظية، ما ده ما يكسرش غير بالفأس، قلت أكسر حتة حتى نبل كده لما ولا حاجة، فأخذت الفأس كي أكسر منه شظية، ثلم الفأس وشد رأسي وانكسرت مني الثرية. كل ده راح ضحية الرغيف خد بالك، ربنا يعافينا ويعافيك. يعني زي برضه اخ كان عازم اخ يعني مش عازمه، لا هو كان قاعد بياكل، فجأة طرق الباب، فالمهم دخل عليه اخ يا فاضل كده، فالتاني طبعا كان بياكل مش معقول ده جاله ضيف برضه راجل كريم يعني، اتفضل يا اخي. قال له والله العظيم على الاخر بطني مش مفيش لا اشبه مسلكه. قال له يا اخي بارك الله فيك يا اخي ادر الزاد ربنا يحفظك، يعني بدل ما اقعد اكل لوحدي كده وتقعد تنقع عليه يعني اتفضل ربنا يبارك فيك. قال له والله العظيم لا اشبه مسلكه، لسه واكل الان واين على الاكل دلوقتي. قال له طب بس سلمني كده انزل ازأز معاك. قال له خلاص ماشي. فنزل بقى وازأز واخد بالك، فخلص على الاكل كله. فالاخ راح باصص له كده قال له طب ربنا يبارك فيك ويحفظك ويخليهم لك يا رب، بعد كده بقى ازأز في بيتكم وتعالى كل عندي، بعد كده بقى ازأز في بيتكم وتعالى كل عندي.